خريبكا لانضمام يوسف فريق الرجاء البيضاوي في اللحظات المقبله من هذا الشوط. تمريره داخل منطقه الجزاء وماذا هناك تدخل ماذا ضربة جزاء يعلن عنها الحكم رضوان جيد. ضربة جزاء سننتظر الصورة مرة أخرى في حركة هجومية وتمرير من طرف لفائدة اللاعب البرازيلي بيدرو هنريكي. ضربة جزاء ممكن أن تعطي حركية أخرى للمباراة. ماذا هناك؟ الصورة يعني ما اعتقد تبقى امامكم يعني مشاهدينا الكرام. ربما الحكم كانت له اشاره الى وجود دفع من طرف اللاعب اسماعيل بن المعلم. ربما هو حتى اذا كان الدفع اعتقد انه كان خارج منطقه الجزاء. اذا كان الدفع من طرف اللاعب اسماعيل بن المعلم اذا مباراه قد تتحول بشكل كبير في هذا الشوط الثاني. سنتابع التنفيذ من طرف اللاعب فريد الطلحاوي وجها لوجه امام الحارس خالد العسكري. الحكم يطلب خروج جميع اللاعبين خارج منطقة المرمى أو منطقة الجزاء. إذا الطلحاوي يستعيد ويسجل الهدف الأول لفائدة فريق أولمبيك خريبكا في حدود الدقيقة 66 من نقطة الجزاء. هدفه الثاني في هذا الموسم لفائدة فريق أولمبيك خريبكا. ويتساوى مع اللاعب أحمد أجدو لاعب فريق المغرب فاسي الذي سجل أيضا هدفين، هدف في الدورة الأولى وهدف في الدورة الثانية لفائدة فريق المغرب الفاسي. الاحتفالية للاعب الطلحاوي رفقة زملائه في الميدان وأيضا في الاحتياط. يسجل الهدف الأول وفريق الرجاء البيضاوي سيندفع بطبيعة الحال بحثا عن التعادل والعودة في المباراة. تدخل من طرف لاعب يوسف نافع